بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ انا سمر من قناة بنوتة منيوية. النهاردة ان شاء الله هنشارككم معانا في غدانا. هنعمله معاكم. النهاردة هنعمل سمك مكاريل في الفرن زي ما انتم شايفين كده. هنعمله طبعا بالخلطة الخاصة بتاعته بتاعت ماما. عبارة عن الخضار طبعا اللي هيتحط معاه طماطم والفلفل الأخضر وبصل، وطبعا عصرة الليمون ده في أي نوع سمك. هنا عندنا طبعا التوم بتوابل السمك ضايفين عليها كزبرة وكمون وشطة، وهنا توابل السمك ضايفين برضو عليها كزبرة وكمون وشطة. وهنا طبعا عندنا الزيت، وهنبدأ نعمل معاكم. طبعا هنا يا بنات احنا معذرة احنا هنا حطينا للسمك ليمون وسبناه قبل طبعا تصوير الفيديو كده حوالي 10 دقايق منقوع في الليمون. بعد ما تنضف وتنقع بملح وخل اتغسل، وبعد كده بليمون وملح وشطفناه وحطينا له ليمون في قلبه تاني كده يا بنات. هنتبل السمك معاكم. هناخد من الخلطة اللي هي توم والبهارات السمك او توابل السمك، وعليها كزبرة وكمون وشطة وملح والملح طبعا. هنخلص تتبيل السمك كله ونرجع لكم. هنا يا بنات السمك بعد ما تبلناه سيبناه فترة كده نص ساعة، او ممكن تسيبيه حوالي ربع ساعة لغاية ما يتشرب التتبيلة بتاعته، وبعدين تبدأي بقى ان انت تشتغلي بيه. طبعا هنا هنضيف على الخضار ده اللي هو الطماطم والفلفل الاخضر والبصل، هنضيف عليه الثوم او التتبيله اللي احنا تبلنا بيها السمك، وهنخلطه في بعض، يتخلط في بعض علشان ده هيكون ممكن تعمليه من تحت فرش، او ممكن ان انت كمان تغطي بيه السمك، في كلتا الاحوال حسب ما انت عايزه. طبعا في ناس بتعمل السمك المكاريل ده بتقليه في الزيت برضو بيطلع حلو وطعمه حلو، اي نوع سمك بيتقلي بيشرب زيت كتير، بس الافضل يعني اعتقد ان دي الطريقه هتكون افضل بكتير، بحيث ان هي مش هتشرب زيت كتير وهتكون خفيفه على المعده ان شاء الله. كده حطينا ملح يا بنات، وهنحط كمان من التتبيله دي او من البهارات دي اللي هي عباره عن بهارات سمك، طبعا مضاف اليها كزبره وكمون وشطه. بحيث ان يتشربوا من تتبيله السمك ومن البهارات او توابل السمك والملح، فتكون نكهتهم حلوه وريحتهم حلوه كده. طبعا الريحه لما تدخليه الفرن هتبقى ريحه خرافه وحلوه جدا، بالاضافه طبعا لما يطلع بقى من الفرن. دلوقتي يا بنات هندهن الصينيه زيت، حطينا الزيت هنا، معذرة للصوت يا بنات. هنضيف جزء من الخليط مش كله طبعا. هنا يا بنات كده بنرص السمك، هنرص السمك ونخلصه ونوريه لكم. هنا يا بنات باقي السوائل اللي نزلت من الخضار ومن التتبيله ضفناها كده على السمك ده بعد ما رصينا السمك، وحطينا بقيه الخليط اللي عملناه فرش تحت، الطماطم والبصل والفلفل الاخضر والثوم وبهارات السمك والكزبره والكمون والشطه، ومعاهم عصره ليمونه. ده كده بعد ما الصينيه اكتملت هنرش حبه زيت كده قليله كده من فوق، وبعدين ندخلها الفرن على طول ونوريه لكم بعد ما يطلع من الفرن ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا بنات بعد ما طلعت الصينية من الفرن بقت بالشكل ده. طبعا زيناها بشرايح من الطماطم والليمون والسمك زي ما انتم شايفين كده. ودي الخلطة الفرشة اللي كنا عاملينها له تحت، بصل وطماطم وفلفل اخضر. ممكن طبعا تحطي فلفل الوان حسب رغبتك، وحطينا له توم بالبهارات السمك وكزبرة، ومعاه كزبرة وكمون وشطة. طبعا ريحته فظيعة فظيعة فظيعة. وهنا عملنا طبعا خرطنا طماطم كده ترانشات او دواير مع فلفل، وهنا ده زيتون اخضر، والرز طبعا حبة وحبة. دي الوجبة كاملة يا بنات. ده غدانا النهارده. ده كان غدانا النهارده. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.